اكتب اللعيبه كنت عارف يا كابتن كلهم طبعا الحمد لله. محمد ابراهيم دلوقتي بيختار مستقبله. وانا يعني من طريق كلامه معايا محمد ابراهيم في النادي الاهلي. محمد ابراهيم في النادي الاهلي من طريقه كلامه معاك. في النادي الاهلي ومن التويتايه اللي حطها. وده حقه. ما حدش حس يعني ان هو الناس الوايت نايس ان هو بيلبس فانيله الوايت نايس ان هو دايما يقول للزمالك وانا زملكاوي. الكلام ده مع الوضع والمستقبل بيبقى مختلف. طبعا كده. هو لسه متجوز على فكره. لا غير لسه متجوز يا كابتن. اللاعب هو اللي بيحدد مستقبله. ما هو اللاعب يا كابتن لو مش مستواه طب هو قال لك بمعنى ايه؟ بمعنى ايه يا اسامه؟ يعني معنى ان هو هيروح الاهلي؟ يعني بمعنى كده معنى كابتن اللي هو خد الخطوه دي وهيستخير ربنا فيها. انه خد خطوه انه هيروح الاهلي خلاص. هيستخير ربنا فيها وهيتكل على الله فيها. تمام. لو ربنا سيسهل له الموضوع ده الموضوع منتهي. عشان انا نزلت على الفيسبوك فالناس ابتدت تقول لي لا او مش ممكن ولا يمكن وده كذب وبتاع، وفي نفس الوقت التويتايه اللي هو منزلها بتقول ان هو ما حدش يزعل مني، ما حدش يزعل منه الا راح الاهلي، صح ولا لا؟ طبعا كزملكاويه يعني. بص يا كابتن ما حدش يزايد عليك ان حضرتك زملكاوي وانا زملكاوي. ده مستقبله هو اللي يحدده. ما نقعدش بقى نقول يطلع واحد بقى من محدش ينفعه يعني بعد كده. طبعا محدش ينفعه حتى لو اتصاب. يعني دلوقتي يعني يقعد في البيت. انت عندك حسني عبد رب ومحمود متولي الاثنين صليبي في ماتش امبارح. طبعا. والصليبي ده الثالث لحسني عبد رب. طيب ماهر قبل ما نروح لافريقيا بتتفرج على الماتشات؟ اكيد طبعا. يعني انت برضو ليه يعني متابع بره كويس جدا تمام. وشاف الدوري عامل ازاي السنه دي؟